سعداء بهذا اليوم لأنه المهرجان توقف في السنوات ديال كورونا. احنا رجعنا من جديد في الطالب من جديد ببرنامج جديد وبحضور جديد وإعادة المدارس المشاركة اللي هي تتساهم معنا في كل سنة، اللي في أوروبا وآسيا وكذلك إفريقيا والمغرب اللي هو محتضن هذه الدورة. هذه الدورة كتميز بالعديد من الورشات، منها الورشات الأدبية، قراءة الصورة الفنية بشكل أدبي، توقيع كتب لكتاب، وكذلك ورشات تقنية. هذه الدورة خصصناها الأستاذ الكبير عزيز فاضلي، الفنان الكبير اللي عشنا معه كلنا والكل كيعرفوا، واللي كنكملوا المسيرة ديالو بوليداتو، الله يسخر فيهم والله يخليهم إن شاء الله خليفة ديالو. عندنا تكريمات، عندنا المخرجة التونسية مرفت مديني، عندنا المخرج الفرنسي غافايل، عندنا تكريمات من أساتذة وكذلك من مخرجين مغاربة. ومن ناحية عدد الأفلام توصلنا لنا العديد من الأفلام كما هي العادة، كاين 22 فيلم روائي، 23 فيلم تحريكي، و12 الفيلم تسجيلي وثائقي، وكذلك 10 الأفلام موبايل. لأول مرة كنزيدوا هذا الصنف ديال الفيلم موبايل، لأنه خدينا على العهد ديالنا في هذا الوقت اللي كنا متوقفين في كورونا، كنا كنعملوا دروس في الثانويات باش نشجعوا الطلبة ونحسوهم بالفن السابع ألا هو فن السينما. وخرجنا بهذه المسابقة ديال فيلم الطالب، وحصلنا على 10 ديال الأفلام اللي هي في المستوى تكون مجاورة لفيلم الطالب.